طيب في الصورة دي خلينا نغير الفكرة تماما. هنا عندنا الفكرة بتاعتنا اللي هي البساطة. بص على الواجهة كده، شوف عدد الكتل محدود، الأشكال الهندسية واضحة جدا، عدد الخامات. طبعا أنا عامل الصورة اوفر ريد ماتيريال عشان الخامات مش وقتها معايا. بص على الواجهة، شوف عدد الكتل محدود، عندي هنا كتلة واحد، وعندي هنا كتلة اتنين، وعندي الدور الأرضي تلاتة. دي فكرة بسيطة جدا. الألوان الماتيريال بتاعتها هتكون محدودة برضو، ماتيريال واحدة أو اتنين، مفيش تفاصيل، مفيش زخارف كتيرة. فالفكرة عندي هنا البساطة. مهم جدا كمان في الفكره بتاع البساطه ان تركز اكتر على النسب، تشوف نسبه الدور الارضي، نسبه الدور الاول، نسبه الفتحات. ده مهم جدا في تصميم الواجهه. انا عندي هنا برضو الواجهه دي مختلفه تماما عن الواجهات السابقه. احنا كده اتكلمنا عن الانفتاح والبرايفسي، واتكلمنا عن البساطه. ممكن ناخد كمان فكره عن الموفمنت اللي هو الحركه. هنا عندي مثلا الكتل عندي معروضه بطريقه مختلفه. الحركه البصريه، انا لما ابص هنا انا عيني هتجيب الواجهه دي، بعد كده هنتقل للواجهه دي ولسه في كتله ورا. فهنا في حركة بصرية. الكتل الأفقية الموجودة وتداخل المستويات، عندنا المستوى ده مختلف عن المستوى ده، في هنا علاقة، في هنا علاقة، في هنا علاقة. فالحركة هنا ناتجة عن العلاقة بين مجموعة الكتل دي، مش عنصر واحد. نفهم ايه من الواجهة دي؟ نفهم ان المصمم مش عايز الواجهة تكون كتلة ساكنة، لا، هو عايز العين تقرأها ككتلة متحركة. بص على تداخل الكتل، بص على الارتفاعات، بص على الاختلاف، بص على الاختلاف، بص على تداخل الكتل، بص على الارتفاعات بتاع الكتل. العناصر دي بتخلي عينك تنتقل من جزء لجزء، وده اللي بيخلق احساس بالحركه داخل الواجهه. فده كده برضو كونسبت مختلف. انا عندي طبعا الكونسبت، كل معماري في اي تصميم للواجهه بتاعته ليه كونسبت مختلف عن التاني. عدد لا محدود من الكونسبت ممكن هادي يعمل كونسبت عن اي حاجه، بس المهم يحقق لي النسب اللي احنا اتكلمنا عنها. لحد دلوقتي شفنا